واحدة من آفات المجتمع تلك الخلافات التي لا هوية لها سوى هوية الشيطان. نعم أيها الأحبة، في الحياة هنالك اختلاف، أنت تختلف عني وأنا أختلف عنك، وهنالك فروقات فردية في الفهم والإدراك والمعرفة، وفروقات فردية أخرى في القوة والضعف، وفروقات أخرى في الغنى واليسر والفقر، وفروقات أخرى في المكانة والرفعة والموضع. كل ذلك لا يعني أن يقع الخلاف بين الناس على غير سبيل، لغير هدى، لغير ما يرضي الله جل جلاله. الخلافات التي تقع بين الناس والتي مصدرها مصدر واحد، مصدرها الشيطان الذي يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس ليحافظ على مكانته وقدرته على السيطرة على الغافلين. هذا أساس إبليس. لماذا أيها الأحبة يريد إبليس أن يوقع بين العداوة والبغضاء ويفسر الخلاف ويفسر الاختلاف على أنه خلاف؟ هذه إرادة شيطان. فالشيطان لا يريد أن تكون يد المؤمنين يد واحدة، والشيطان لا سلطان له إذا كانت الأمة أمة متمسكة بحبل الله معتصمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإبليس يريد أن تكون له السلطة العليا واليد الطولى على من؟ على هذا الإنسان البسيط، على هذا الإنسان العابد، على هذا الإنسان المطيع، حتى يكون لا مطيع، حتى يكون بعيدا عن الله، بعيدا عما يريد الله. فالخلاف مورد من موارد الفرقة والبعد والشتات. فماذا تتوقع من خلافك مع المؤمنين؟ ماذا تتوقع خلافك مع المسلمين؟ هل يكون قربة لله تعالى؟ أو هل يكون رضا لله، فيه رضا لله؟ هل يكون فيه نجاح للمجتمع؟ هل يكون فيه اتحاد؟ لا، على العكس أيها الأحبة، على العكس، كل خلاف مصدر للفرقة، وكل مصدر للفرقة هو مصدر ضعف للأمة. ينخر
في جسد الأمة الواحدة لتتفرق، لتضعف، لكي لا تكون هنالك كلمة إلى الإسلام والمسلمين، لكي لا تكون هنالك كلمة إلى الإنسان، وكي يتوسط. وهذه الفرقة أيها الأحبة تعم، شر يعم، فهو ليس بخير يخص. وعلى سبيل المثال أيها الأحبة، الاختلاف والخلاف في رئاسة مأتم، وفي رئاسة مسجد، وفي رئاسة جمعية، وفي رئاسة موقع إداري للإسلام والمسلمين، تيجي تشوف أن هنالك اختلافات وخلافات دمرت عوائل ذات مكانة اجتماعية ورفعة، لكن هذه الخلافات جعلت منهم وضعاء أمام الناس، أضعفتهم، أضعفت دينهم، أضعفت أهلهم، أضعفت النظرة الأمة عليهم، أضعفت كل شيء. وتستمر هذه الخلافات سنين إلى أن تنتقل من خلاف إلى ثأر ومنافسة غير شريفة وتطاول وبهتان وغيبة ونميمة، مآسي. هذه الأمة تعيش مآسي، ولا أحد يستطيع أن يتدخل. وللأسف هذه واحدة من المآسي الأخرى التي نواجهها في المجتمع، لا أحد يتدخل في التوفيق بين الناس وبين المختلفين. كل صاحب مأتم بعيد جدا عن مشاكل هذا المأتم، بعيد جدا عن ما يريد هذا المأتم، وملتفت إلى أعدائه، يكيد لهم ويحاول يطيحهم ويحاول يسقطهم ويحاول يدمرهم ويحاول يسوي الشيء اللي يغيظهم. ومن هو المتضرر أيها الأحبة؟ المأتم نفسه، المعزين وأهل صاحب هذا المأتم. وهنالك أحيانا تصل المسألة إلى الضرب والشتم والإهانات والبدع وإخراج الروايات غير الصحيحة، بهتان إلى ما لا نهاية. اليوم إذا جينا إلى أنفسنا، مثل هذه القضايا التي ينبغي أن تعالج في المجتمع، من هو المسؤول عن علاجها؟ الحقيقة أن المسؤول عن علاج مثل هذه الحالات ومثل هذه المشاكل هو أنا وأنت، لأن أنا وأنت لا نذهب، لا نجتمع على الخير حتى نصلح بين المفترقين والمتخالفين، وما نحاول إن إحنا ندير المشكلة بطريقة وأخرى. ولذلك عندنا مشاكل كثيرة في الولاية. معمم كبير، عالم، جبهة، علامة، يحط راسه وراس الماتم الفلاني أو المكان الفلاني، أنا متولي، أتولى هذا المكان. ماذا تملك أيها المتولي؟ إيش عندك أنت أيها المتولي؟ أنا أحفظ هذا إرث، أحفظ هذا المكان.
إنزين، أخذ المكان، أقام هذا المكان؟ لا، خلاه لحزبه، خلاه إلى جماعته، خلاه إلى أصحابه، خلاه إلى الموالين إليه، ويعطل هذا المعلم الكبير القديم تعطيلا لا تعطيل بعده. النهاية يا عالم، النهاية، ألن تذهب؟ ألن تموت؟ من سيأخذ هذا الإرث، هذا المكان، هذا الموقع؟ وإذا أنت دمرت هذا المكان وجعلت حزب متحزب وأنزلت الضغينة والحقد الدفين في قلوب من يجتمعون في هذا المكان، ماذا بعد؟ خلقت آلاف المتخالفين وآلاف المختلفين أو مئات المختلفين وأسرهم وآبائهم وأصدقائهم ومواليهم. هل هذه الفرقة والاختلاف سينتهي؟ الشيطان عشعش في قلوبهم واحدا بعد واحد، والخلاف ما له نهاية، وقد يضيع هذا المعلم وهذا المكان، والسبب رأي واحد فقط، لأنه يريد أن يكون متوليا على هذا المكان. هذه القصة وهذه المسألة قيسها وقيس على عشرات المآتم اللي فيها مشاكل ولاية، وفيها مشاكل على رئاسة المأتم، وفيها مشاكل على انتخابات في المأتم، وفيها مشاكل على كيفية إدارة المأتم، ومن الخطيب اللي نجيبه ومن الخطيب اللي ما نبغيه ومن والعزة يطلع من وين وكيف، وقس على ذلك قياسات كثيرة. إذن أي مجتمع يريد أن يرتقي، هل هذا يمثل الإمام الحسين عليه السلام؟ هل هذه الأفعال هي تمثل مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ مو إحنا إشكالنا مشكلتنا أن إحنا بعيدين عن خط المدرسة الولائية، مدرسة الحسين، مدرسة الإمام جعفر الصادق عليهم السلام. وإلا مثل هذه الأمور لا تعني من يتولى، من يتصدى، من له القوامة، من له، لأن إحنا عندنا ضوابط رئيسية. عندنا أن يبقى كل شيء على ما هو عليه في سبيل الله، رقم 1. هذا الوقف يبقى وقفا للإمام الحسين عليه السلام. 2. هذا الوقف يبقى يخدم المجتمع، كل المجتمع، لا يخدم حزب، لا يخدم فئة، لا يخدم جماعة، إنما يخدم الدين. وإذا كان هذا الحزب متصدي وهذه الجماعة متصدية، فبالتالي هل هذا خدمة للدين أو خدمة لإبليس الذي جعل الفرقاء أصدقاء مفترقين عن دين الله، مبتعدين عن ما يريد الله جل جلاله؟ هل هنالك حسين ويقابله يزيد أو لا؟ ومن هو يزيد؟ أنفسهم. هذه الإشكالية التي لا يمكن أن تترك كما هي، لأن الزمان يتغير والمؤمنين يقلون، وما أكثر الناس أيها الأحبة، الله جل جلاله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعد تبغى أزيد من هذا؟
ولكن على قلتنا وعلى ضعفنا بحاجة إلى أن نتكاتف نتعاضد من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله، بحاجة إلى رفع كلمة الإسلام، بحاجة إلى الإخاء الحقيقي، بحاجة إلى التعاون الحقيقي، بحاجة إلى العمل الحقيقي باتجاه رفعة الإنسان والإنسانية. أنا دائما أركز على الإنسان والإنسانية، لأن المأتم هدف شنو؟ هدف بذل التضحية، الإيثار، نشر الدين، العلم، الإيمان، التقوى، الورع، وخلق حسين، خلق أنفسنا حسينية. وإلا فما قيمة المأتم؟ المأتم شو يقدم؟ يقدم أكل للناس، يقدم بركة، يقدم دمعة يدمعها وتدمعها عين تذهب إلى بيتها لتشتم أهلها، لتسب أهلها، لتهين أهلها، أو يخرج لي حسين حسينيا يروح إلى أهله يبرهم، يروح إلى أهله يقسطهم، يروح إلى أهله ينصفهم. ماذا يخرج المأتم؟ ماذا يخرج؟ التفت أيها العزيز، أحبتي، احنا بحاجة إلى حسيني، وأن يكون الحسين في قلوبنا، وأن يكون الحسين عليه السلام في أعمالنا، امرأة كنت أو رجل. حسينية وحسين، عامل، مضحي، مؤثر، يؤثر ما في يده لوجه الله سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العمل الصالح هو العمل الذي يبقى، وأي عمل فيه خلاف واختلاف وفيه مشاحنة ومشاجرة، هذا العمل لا يبقى أيها الأحبة. هذا العمل ليس لله أيها الأحبة. هذا العمل لا يصل، لا يرفع، لا يقيم. وأنا وأنت مسؤولين عن إصلاح هذا الفساد في المجتمع. ما وظيفتنا؟ نقول إن وجدنا مأتما فيه متخالفين، فيه مختلفين، ليكن هذا المأتم كمسجد ضرار. هذا ليس مأتما. إما أن تصلحوا وضعكم، أنت تكون ولي سنة والثاني يكون ولي سنة، أو أنت تكون ولي سنتين والثالث يكون سنتين والرابع سنتين، وهكذا، وتتفقون وتعدلون الأمور وتكون أعمالكم لله. وإلا هذا المأتم لا قيمة له، هذا المعلم لا قيمة له، هذا المكان لا قيمة له. ومن يؤسس إلى الحزبية فهو مخالف لإرادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى القرآن صريح: واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا، تعرف جميعا يعني شنو؟ يعني ما في استثناء. أنت وأنا لابد أن نتحد، لابد أن تكون كلمتنا كلمة واحدة، لابد أن نتفق، لابد أن تعلو كلمة الإسلام. هدفنا أن يبقى الدين أيها الأحبة، أن يكون هذا الدين هو المرفوع، أن يكون هذا الدين هو القائم. عوائلنا، أهلي وأهلك بحاجة إلى سند. وما دمنا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى وبعيدين عن الإسلام وتعاليم الإسلام اللي الإمام الحسين عليه السلام أتى بها، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما، خرجت طلبا للإصلاح في من؟ أمة جدي. في اختلاف، في خلاف وقع، هذا يريد الرئاسة وذاك يريد الرئاسة.
لكن الإمام سلام الله عليه لم يخرج للرئاسة ولم يخرج طلبا للرئاسة، خرج من أجل الإصلاح. أيها الأحبة، الحاجة الحقيقية، هذه الحاجة الحقيقية، علاج مشاكل المجتمع بالتوحد، بوقوف العلماء، كل العلماء، مو أنا وحزبي، أنا وجماعتي، أنا وناسي، لا، الجميع يجب أن يقفوا. إذا أنت تبغى تكون صادق مع نفسك، عامل مع نفسك، منصف مع نفسك، هذا هو الإنصاف، هذا هو العمل، هذه هي الرعاية، هذه هي العناية بالإسلام والمسلمين، المأتم والمسجد. مو تكون حزبي، مو تكون عنصري، مو تكون مذهبي. موجودة الشيعة بشيعة، شيعة بين الشيعة، وغير الفرق بينهم وبين بعضهم. الكلام إلى الجميع. تريد أن تكون مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإحنا نقول حتى قلبه، الحق تشيله عنك. تريد أن تكون مسلم، المسلم لا يحقد، لا يظلم، ما عنده ضغينة، هذا هو الإسلام. غير هذا أنت لست مسلم، أنت شيء آخر، متدين، منتسب، سم نفسك أي اسم آخر. فأيها الأحبة، إن وجدنا معلما، مأتما، مسجدا فيه هذا الخلاف، فليكن مثاله مثال مسجد ضرار، لا يقام فيه لا عزاء ولا مشاركة ولا لقاء ولا التقاء فيه، لأن هذا المأتم، هذا المعلم، هذا المسجد لا يمثل الدين والإسلام، ولا يمثل المبادئ التي أتى بها الإمام الحسين عليه السلام. هذا ما نحتاجه. ويجب على المسلمين، على العلماء، أن يرفعوا رأسهم ويشاركوا في إصلاح هذه الإشكالية. يعني العلماء مو وظيفتهم فقط التقوقع بحزبيات وعنصريات وأفكار. أي مشكلة بين الناس تطلع تنزل إلى الشارع تحلها. هذا العلم. العالم يظهر علمه، العالم يتحرك بعلمه، مو يقعد في بيته وفي مأتمه ومسجده ويسدي بعض النصائح اللي لا تصل إلى الجميع ولا تصل إلى من يحتاجها. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نكون قريبين من بعضنا البعض، محبين إلى بعضنا البعض، واقفين أمام كل تلك الخلافات التي لا تجعلنا أقوياء. ففي الفرقة الضعف، وضعفنا لا يخدم الإسلام والمسلمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.